قصتنا اليوم تتكلم عن لما، صحفية عراقية عمرها 30 سنة. لما طبعا اشتغلت على تحقيق عن الفنادق المهجورة ببغداد. كانت تسمع إشاعات عن الفندق قديم ما حد يدخل غرفة من سنين، خصوصا الغرفة رقم 9. يقولون أي أحد ينام بيها يصير إلى شيء مو مفهوم، أما يختفي أو يصير مو نفسه. لما هي شجاعة ومتمردة، قررت تقضي ليلة كاملة بالغرفة رقم 9. أخذت طبعا كاميرتها، مسجل صوت، دفتر ملاحظات، ودخلت الفندق. المدير شافها وقال لها أنصحك تبقين بأي غرفة إلى 9، ما بيها شي واضح، بس كلها غلط. ضحكت وقالت أني ما أؤمن بالخرافات. دخلت الغرفة، شكلها عادي، سرير قديم، مراية مشققة، ساعة توقفت على الساعة 3:07، والنافذة كانت تطل على الساحة الخلفية. لما بلشت تسجل ملاحظاتها، كل شي طبيعي أول ساعتين، بس بعدين بدت تحس بغرابة. تسمع صوت خطوات ممر فارغ، ساعة إيدها وقفت بنفس توقيت ساعة الغرفة. صورت نفسها فيديو، بس لما رجعت تسجيل الصوت مو صوتها والوجه مو واضح. قامت فتحت الباب تريد تطلع، لقت الممر أطول من الطبيعي، كأن الفندق بدأ يتمدد. رجعت للغرفة تركض، خافت ولقت على الطاولة ظرف صغير مكتوب عليه مرحبا لما، قد تأخرتي. حست قلبها راح يوقف. فتحت الظرف ولقت بيه صورة إلها، هي واقفة بنفس الغرفة بس لابسة فستان أسود وعيونها سود بشكل مو طبيعي. تريد تصرخ بس صوتها ما طلع. حاولت تكتب بورقتها أني لما، إذا لقيت هاي الورقة لا تدخل الغرفة رقم 9. اليوم الثاني موظف الفندق فتح الغرفة وما لقى أحد، بس لقى ورقة على الطاولة مكتوب بيها نفس الجملة وبخط مو معروف: أنا لما، لا تدخل الغرفة رقم 9. النهاية، هل فعلا الغرفة تاخذ الناس؟ لو لما كانت تتخيل، لو كان كل شي جزء من لعنة قديمة ما حد يعرف، بس كل كاميرا تشتغل داخل الغرفة توقف بعد الدقيقة 3:07. لا تنسوا اللايك والاشتراك والتعليق.